مشاهدينا الاعزاء، نقترب اكثر من هذه المباراه. نذهب مباشره الى ملعب اللقاء لنستقبل معنا نافع بن عاشور وكذلك حارس مرمى المنتخب المصري مصطفى شوبير. نافع، تحيه لك، تحيه لمصطفى اخونا وصديقنا وحبيبنا مصطفى. اسمح لي احاوره مباشره. اولا مبروك هذا الاداء الاسطوري صراحه في المباريات الثلاث. مبروك اولا الحصول على مقعد اساسي في النادي الاهلي ثم في منتخب مصر، ثم ان تكون جزءا من تاريخ هذا المنتخب الذي حقق اول انتصار وبات اول منتخب في تاريخ مصر الممتد ل 88 سنه يتاهل الى الدور المقبل من كاس العالم. الف مبروك يا كابتن. فرحه كبيره وانجاز تاريخي. كابتن سعدون، شكرا على المقدمه الجميله وشكرا على المباركه يعني بسلم على كل نجوم الاستوديو الموجودين، كابتن ابو تريكه وكل النجوم. انا اسف انا ما عنديش الشاشه فمش شايف كل النجوم، برحب بيهم. معنا الكابتن عمر السومه والكابتن عبد العزيز السليطي والكابتن محمد ابو تريكه. وابو تريكه يقول احمد طبعا. يقول احمد شوبير احسن من مصطفى شوبير، وانا اقول مصطفى شوبير احسن من احمد شوبير. كابتن ابو تريكه خلاص طالما قال كده تمام. وكابتن شوبير طبعا نجم كبير وتاريخ كبير. بحييك يا كابتن شوبير، ضربه الجزاء دي بهديها لك انت والحاجه والحمد لله. مع ان ابوه ما كانش بيعرف يصد ضربه الجزاء. كابتن محمد ابو تريكه يدوا لي مين؟ تريكه ما سمعتش. كابتن ابو تريكه سامع حضرتك. الف مبروك يا درش، ربنا يحفظك ويبارك فيك، ما شاء الله عليك. بقول ابوك ما كانش بيعرف يصد ضربات جزاء. طب الحمد لله وخلاص، بقيت احسن منه في حاجه اهو بالنسبه لك. لا ما شاء الله عليك. احنا نريد ان نستمع منك مصطفى عن شعور الدقائق الخمس الاخيره الصعبه جدا، ثم كميه اصابات، 5 اصابات الان.